الله على الريحة والطعم. طاجن مسقعة باللحمة المفرومة يستاهل بقكم. انما ايه حكاية. تعالوا نشوف عملنا الكلام ده كله ازاي. يلا بينا يلا بينا. جبنا بتنجان، دول نص كيلو، هقطعه بالشكل ده. هاخد جزء وجزء كشكل بس مش اكتر. نشيل الحتة اللي ورا دي. بالشكل ده هقطعها بقى وسط، ترنشات وسط، لا تخينة ولا رفيعة، علشان لسه هتتحمر في الزيت وبعد كده هتدخل الفرن، عشان كمان ما تتهرش مني. اقطع كل اللي معايا. دول مقدار نص كيلو بتنجان. عايزه بقى تزودي زودي براحتك. اضيف بقى معلقتين كبار ملح علشان تنزل ميتها، عشان ما البتنجان بتاعي ما يشربش الزيت كله وانا بقليه. بعد ما ملح معايا ونزل ميته، جبت طاسه على النار فيها زيت وهقلي البتنجان بتاعي ياخد لون جميل كده بالشكل ده. كمان جبت طاسة فيها بصلاية متقطعة صغيرة، متقطعة صغير، هخليها بس تدبل معايا، مش هحمرها. معايا لحمة مفرومة هعصجها مع البصل. لازم افردها بالمعلقة عشان ما تكلكعش مع بعضها. جيب رشة فلفل اسود وملح حسب الرغبة، اقلب. هنا عصقت اللحمة بتاعتي. جبت كمان حلة على النار فيها معلقتين زيت وتوم مفروم، معلقة توم مفروم. هنزل بالطماطم واقلب. هنزل بمعلقة زعتر كبيرة، سكر نص معلقة، ملح حسب الرغبة، نص معلقة كمون، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة. هنزل كمان بمعلقتين كبار خل. بدأت تتسبك معايا اهي. عندي فلفل حامي وبارد هضيفه على الصلصة بتاعتي، اقلب كويس. معايا كمان طاجن هحط فيه البتنجان اللي عملته، احط راق من تحت وبعدين اضيف صلصة راق، وبعدين اللحمة مفرومة اللي عصقتها، غطي كده الوش.
بعدين هضيف صلصة وبعدين البتنجان اغطيها كمان بالصلصة علشان الوش بتاعي. الطاجن التاني اكرر نفس اللي عملته، صلصة مفروم هضيف كمان الصلصة وبعدين البتنجان. هدخلها الفرن تاخد لون من فوق، وده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن. طعم وريحة جنان. بتمنى تكون حلقتنا عجبتكم. متنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، متنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.